ايه ده يا دكتور، حضرتك بتاكل ايه؟ ده بسكوت شوفان. طب هو صحي للناس اللي عاملين العملية؟ بصي الشوفان في نقطة مهمة جدا ناس كتير مش بتبقى فاهماها. الناس دايما بتتعامل مع الشوفان ان هو اكل صحي، باكل بسكوتية او اتنين. في معلومة مهمة جدا، البسكوتية الواحدة اللي حجمها كبير كده من الشوفان دي فيها تقريبا حوالي 70 او 80 كالوري، يعني تقريبا قد ربع رغيف. ايه ده البسكوتة الواحدة؟ وعندي مشكلة كمان ان البسكوت الشوفان دايما بسكوت معالج. يعني ايه معالج؟ يعني بيضاف عليه نسبة دهون ونسبة سكر عشان يدي الطعم بتاعه، ده بيحطه في كالوريز عالية جدا. عندي مشكلة كمان ان الشوفان زمان كان بيتعمل البسكوت بالقشر بتاعه، فكان بيبقى حاجة اسمها كومبلكس كارب او نشويات معقدة اللي هي بتتهضم بالراحة. النهاردة عملوه ريفاين، فشالوا القشر منه، فبقى بيتهضم بسرعة جدا، بيعلي مستوى السكر قوي، بيعلي الانسولين قوي، يتهضم في ثواني. فلاقي نفسي بعد ربع ساعة نص ساعة ما اكلت البسكوتة دي انا حاسس ان انا جعان. فمريض جراحات السمنه دايما بياكل حاجات صغيره، فالافضل انها تكون بطيئه الهضم. فالافضل ليه مثلا ان هو ياكل بروتين في الفطار، لان اغلب المرضى بيقول لي دكتور انا باكل واحدتين ثلاثه من ده كده وتسليه في النص، هو مش حاسب ان واحدتين ثلاثه دخلنا في قرب ال 200 كالوري تقريبا، ده كتير جدا. الحاجات الصغيره دي مهمه جدا، لازم ناخد بالنا منها، لازم ناخد بالنا بنفطر ايه وبناكل ايه عشان خاطر ما نجمعش سعرات على الفاضي.